السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو اللي قبل من هذا فصلنا الخمار المثلث بكل التفاصيل ديالو، ونتمنى تكونوا استفدتوا وفهمتوه. دابا غادي نخيطوا معكم ان شاء الله بكل التفاصيل. كذلك نتمنى نوصل لكم الدرس بنجاح وتتبعوني حتى لاخر الفيديو. ولنبدا على بركه الله. هذا الامام هنا فين عندنا فين عبرت لكم 30 سنتيم، يعني 15 و15 30 سنتيم. هذا الامام وهذا الخلف. غادي هاد المسافه هذه اللي فيها 30 سنتيم مع هاد المسافه اللي عندي هنا في الخلف اللي فيها 30 سنتيم كذلك، وغادي نحط الوجه على الوجه هكذا. هانتوما شوفوا راهم مقادين هادو بجوج. اول حاجه غادي نخيط هاد الجناب من هاد الفتحه ديال 30 غنهبط حتى لتحت. هذه الجهه اللي كتحط على الكتاف، هذه اليمنى وهذه اليسرى. دابا انا كملت هاد الجهه، من بعد غندوز لها السورجي، غنخيط الجهه الثانيه من جهه الفتحه اللي فيها 30 سنتيم حتى لتحت. حتى هذه من بعد غندوز لها السورجي. ساهله في الخياطه البنات، ساهله. غادي نشوف فين هو الخلف فين هو الامام، غادي نوقفهم هكذا وغادي يبان لي بلي الخلف اطول من الامام. هذا هو الخلف. غادي نعلمو بالفنيت هكا باش نعرف هذا هو الخلف. غناخذ المنتصف ديالو اللي هو 15 دائما الخلف، غنطلق الامام ونجي هنا ونعلم المنتصف ديالو بواحد الفنته هكا. هذا هو المنتصف ديال الخلف. دابا غناخذ هاد البنطه اللي كتكون على الراس اللي درنا فيها 60 على 60 120 في الطول، وفي هاد البلاصه اللي غادي تحط على الجبهه ها هي فيها 30. دابا انا شنو غندير؟ غنجي لهنا في هاد البلاصه هادي اللي درنا فيها واحد التقويره في الفيديو الاول اللي عقلته هادي، ونمشي معها الطوله هادي كلها حتى نوصل لها 8 سنتيم وغادي نسدها. يعني غادي نخيط من هنا ونمشي هكذا ونخرج من هنايا ونخرج هكذا، وكذلك الجهه الثانيه. دائما الوجه على الوجه. غنخيط عاود الجهه الثانيه هكذا بنفس العمليه اللي درت لهادي من هنايا ونمشي. وغنجي لهنا الوسط، غادي نعلم الوسط هكذا، وغادي نبين الوسط بواحد الكرانه هنايا هكذا، ونقلب كل شيء. غادي نرد هاد السميطات هادو غادي نخرجهم باش تكون لنا الخياطه السميطات لداخل، ما تكونش على برا، على هاد الشكل هذا. كيجيو مفينين هكذا. نجي عاود لهنا
من نفس الفتحه، ها هي. وغادي نخرج هاد الباندا للبرا على هاد الشكل هذا. نحاول نخرج هاد القنيتات ديال السميطه، كتجي بهاد الشكل هذا. باش يجيوني مفينين غادي نخيط عليهم واحد الخياطه صغيره هكذا وهكذا. اللي بغى يديرها غيديرها، اللي ما بغاش يديرها ماشي ملزوم باش ديريها. انا غير كتعجبني ندير شي حاجه مفينيه وصافي. هانتوما شفتوا كي كتجي الخياطه مفينيه قاده، وما تحتاجيش ديري السرجي من الداخل حيت مخيطه جوج مرات. وكذلك الجهه الثانيه. هانتوما شتي الخياطه كي كتجي، غنوريها لكم عن قرب. كتجي هكا مفينيه مقاده، وما ملزومينش باش ديروها. الا ما كنتوش باغيين ديروها ما غاديش ديروها، غير هي كتسهل الخدمه. دابا نقبض هاد البلاصه هادي اللي فيها 30 سنتيم، غنلصقها في الجهه ديال الخلف اللي فيها 30 سنتيم. تبعوا معايا الخطوات وما غاديش تندموا. انا كيف ما قلت لكم قبيله، انا علمت الخلف من الامام. الخلف درنا فيه هاد الفنيتات هادو باش نعرف هذا هو الخلف وهذا هو الامام. دابا غادي نجي لهنايا في هاد البلاصه هادي، هذا الوسط، يعني من هنا لهنا 15 ومن هنا لهنا 15، وهذا الوسط ديال هاد الباندا. وغنسلو بهذا الشكل هذا. غنحط نصف 30 اللي هي 15 ديال الخمار على نصف 30 اللي هي 15 ديال هاد الباندا هادي، وغنقبضها هكذا بالفنايت. انا دابا شوفوا درت النصف على النصف، وانا مازال هنايا في الباندا. ها الخياطه فين دايزه ديال الجانب اللي درنا في الاول كاع، وهذه الباندا اللي عاد خيطت دابا. وغنجي وغادي نحطها هنايا مباشره على الخياطه ديال الجانب اللي نازل مع الجنب، باش نلصق 30 مع 30 بهذا الشكل هذا. خياطه مع الخياطه في الجهه ديال الخلف. ردوا معايا البال انها راه هذه جهه الخلف. غادي نحيد هذه باش ما تغطي لكم شنو كنخدم. انا حطيت الخياطه مع الخياطه، يعني الخياطه ديال الباندا مع الخياطه ديال الجانب ديال الحجاب. ونزيد نبقى نمشي حتى نوصل للوسط. ها هو الوسط. فاش حطيت الوسط مع الوسط، انا ما قصتش الامام. ها الامام، ها هي الفتحه ديال الامام ما قصتهاش، انا مازال في الخلف. راه كنحاول نعاود باش تفهموا مزيان. ما عليكم غير ترحموا لي الوالدين. وعاود غنجيب هاد النهايه ديال 15، يعني اللي كامله فيها الباندا، ونعاود نحطها في هاد الجهه ديال الخياطه اللي درنا على الكتف الاخر. ها هو. انا غنفتح هاد الفتحه هادي، هذا الامام وهذا الخلف، وهذه الخياطه اللي باش جمعت بيناتهم اللي غادي تمشي على الكتف. غنحط عليها هاد الخياطه هادي، غنحط عليها هاد 15 سنتيم، يعني 15 مشات لهيه و15 جات لهنا، وهنايا النصف مع النصف. وانا راني كنحاول نشرح بحال راني جالسه معكم. الا جاتكم الخياطه مقاده عرفوا باللي فصلتكم مقاده.
هانتوما غادي يبان لكم شويه دابا. هذا راه الامام، هذا اللي كيكون تحت الدقن، هذا الطرف هذا غادي يكون تحت الدقن، وهذا تيكون فوق الجبهه، وهاد السنتات هادو كيتسدوا وراء الراس. الا عندك السيرجي راه غادي دوزي السيرجي هنايا، وغادي تكون لك الخياطه نقيه من هنا، ما عندكش مشكل كاع. من تحدد راه ما غاديش يبقى هاد بلاصه الخياطه، هانتوما غتحدد غادي تولي هكذا. وإلا ما عندكش السيرجي كتخيطي طرف بطرف، يعني هاد جوج طروفه هادو اللي على جوج كتخيطي الطرف الاول بحال هكذا، كتخيطي الطرف الاول وتعاودي تجيبي الطرف الثاني وتقلبيه هكا وتخيطيه. وإلا عندك السيرجي راه غادي ندوزو السيرجي، ما غيبقاش هادشي كله. دابا شنو غندير؟ غادي نجيب هاد الفتحه ديال الامام 30 سنتيم الامام، وغادي نطويها بهذا الشكل هذا. هو نتنيها جوج مرات وندوز عليها الخياطه كامله حتى لهنا. اللي بغى يدير لها الشريط المطاطي واحد شي شويه هنايا، شي 5 سنتيم ديال الشريط المطاطي يديرها باش يجي الحجاب مجموع على الوجه، واللي ما بغاش ما يديروش. صافي دابا هنا خيطوه، ساهله الخياطه ديالو. بقى لي غير نجمع هنايا لتحت في هاد الجلايل، نخيطهم هكذا. غندوز السيرجي وندوز خياطه وحده من مورا السيرجي، يعني غادي نجمع سنتيم من مورا السيرجي ونحددها ونوري لكم الشكل النهائي ديالها. نتمنى تكون الخياطه اللي خيط هذا الحجاب المثلث تكون سهله وتستافدوا منها وتصاوبوا بحالها. وشكرا على حسن المتابعه، والى حصه مقبله ان شاء الله. غادي نخليكم مع الصور النهائيه.